إن يونس لمن المرسلين. نعم. ما هو تفسير هذه الآية؟ نعم. يونس نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل على المشهور، كان يسكن في الموصل من أرض نينوى، من أرض الموصل من أرض العراق. نينوى مدينة في قديم الدهر كانت في الموصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف في قضية عداس قال عليه الصلاة والسلام وهو يطعم لما أعطوه قطافا من عنب: بسم الله. فالغلام النصراني قال: إني أراك تقول قولا لا يقول أهل هذه البلدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بادره بالسؤال، قال: وأنت من أين؟ قال: من أين؟ من أرض نينوى. قال: من أرض النبي الصالح يونس بن متى. فقال متعجبا أنه ما يدرك عن يونس بن متى، والله إني لقد تركت نينوى وليس فيه إلا 3 أو 4 يعرفون يونس بن متى. قال: هو نبي الله وأنا نبي الله. فأقبل عليه عداس يقبله. موضع الشاهد الأرض التي كان فيها يونس، والله عز وجل ذكره في مواضع عدة، سنذكر جملة ما يعنينا فيه. هو نبي كريم دعا قومه إلى الإسلام فأبوا، توعدهم بالعذاب كأن العذاب أبطأ، فخرج مغاضبا منهم تاركا لهم آيسا من دعوتهم غير مستأذن من ربه، يعني فارقهم دون أن يستأذن الله. وذنوني إذ خرج مغاضبا، وكان يعلم أنه نبي وأن منزلته عند الله عالية، وأن الله لن يضيق عليه، لن يحاسبه على هذا العمل بشدة. وهذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، حتى انتهى أمره إلى سفينة. والله يقول هنا في الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق. ولا يقال أبق إلا للعبد الذي فر من سيده، والمراد أنه فر من ربه جل وعلا إذا أبق إلى الفلك المشحون، السفينة ممتلئة مكتظة بالرجال والنساء والمتاع. السفن من حولها تمشي وهي باقية راسخة. إذا ليست العلة في البحر، العلة في السفينة. لو كانت العلة في البحر في الريح لوقفت السفن كلها. نعم. فاقترعوا قالوا: إن ثمة في السفينة عبد آبق من سيده. فاقترعوا، وهذا معنى قول الله: فساهم فوقعت القرعة عليه 3 فكان من المدحضين. الدحض الزلة، الوقوع. فألقي في الحوت في البحر، بعث الله إليه حوتا بعينه فالتقمه الحوت وهو مليم، أي أتى بما يلام عليه. فأوحى الله إلى الحوت: ويبقى الحوت خلق من مخلوقات الله يأتمر بأمر ربه، ألا تكسر له عظما ولا تأكل له لحما، اتركه كما هو. فاستقر في بطن الحوت، فاجتمعت عليه الظلمات 3: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. لما شعر بهذا، يقول أهل التفسير إنه حرك جوارحه فشعر أنه حي، يعني قد شعر بها أولا في روحه، ثم شعر بها في جسده، ثم إنه كأن الله عز وجل حتى يؤدبه أسمعه تسبيح الحيتان في قعر البحار، فالشيء يذكر بالشيء. فنادى ربه كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ارتفع الصوت، صوت التسبيح، سمعته الملائكة، لأن الأعمال الصالحة ترفع، تفتح لها أبواب السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سمعت الملائكة تسبيح يونس بقدر الله، فقالوا: أي رب، ما هذا؟ صوت معروف، صوت معروف، يعني هذا الصوت الذكر له سابق، ليس هذا أول ذكره. فشفعت الملائكة له عند ربها، فأمر الله البحر أن يلقيه فعاد إلى قومه فكان سببا في إيمانهم. نكمل حوارنا بعد هذا الفاصل. فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. حياكم الله شيخ صالح. حياك الله أستاذ. نتم حديثنا عن سورة يونس قبل الانتقال إلى أسئلة المتابعين. نعم، حديثنا عن نبي الله يوسف انتهينا إلى أن الله عز وجل أمر الحوت ألا يأكل له لحما ولا يكسر له عظما، فكان ما كان منه مناجاة الله: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلنا ارتفع الصوت، سمعته الملائكة، عرفته، فقالت: أي رب، صوت معروف من عبد معروف. وهذا ينبه به الإنسان، يذكر به كل أحد أن الإنسان قد يكون نكرة في الأرض معروف في السماء، معروفا في السماء، وقد يكون معروفا في الأرض
نكرة في السماء، فكونه معروفا في الأرض ونكرة في السماء لن ينفعه بعد المعاد، وكونه نكرة في الأرض لن يضره بعد المعاد، وسينفعه أنه معروف في السماء. فلما نادى أخبرهم الله أن هذا عبدي يوسف غاضبني فحبسته في بطن الحوت، ثم أوحى الله جل وعلا إلى الحوت أن يلقيه. قال الله عز وجل: فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه، أي أمرنا الحوت أن يلقيه، أن ينبذه بالعراء، أرض لا فيها ليس فيها أحد، الشواطئ دائما خالية، فنبذناه بالعراء وهو مليم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، يعني أتى بما يلام عليه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الشجرة اليقطين شجرة القرع الدباء تظلله حتى يستوي على عوده، وهذه سنة لا تتبدل، ولذلك نقول في الدعاء: لا تسأل الله شيئا لا يقع. أخبر الله أنه لا يقع، يعني كان بالإمكان أن يخرج قويا، لكن الله عز وجل علم أنه أصابه الضعف والعناء وهو في بطن الحوت لتغير الحال التي كان عليها. يعني الجنس البشري لا يستطيع أن يعيش في بطن الحوت، فخرج سقيما، بديهي أن يخرج سقيما، فخرج سقيما فأنبت الله عليه هذه الشجرة ريثما يعود إليه شدته وقوته. على الجانب الآخر قومه لما أظلهم العذاب ونبيهم ليس عندهم خافوا، والأصل أن العذاب إذا أظل وظهرت أماراته وعلاماته لا يرفع، لكن الله استثناه، ولله الحكمة البالغة. الله يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهم عمدوا إلى أن يستدروا رحمة الله بالحال والمقال. بالمقال بالدعاء، ويروى أنهم كانوا يقولون: اللهم يا حي حين لا حي، اللهم يا حي حين لا حي، اللهم يا حي يحيي الموتى. فقولهم اللهم يا حي حين لا حي هذا من أعظم الثناء على الله جل وعلا، لأنه سيأتي على الموجودات كلها أن تكون كلها فانية ولا باقي إلا وجه الله. فقالوا اللهم يا حي حين لا حي، اللهم يا حي يحيي الموتى، ونقل شيء مثل هذا في كتب التفسير. ثم إنهم فرقوا ما بين كل من تعود أن يألف غيره، فلجأوا إلى بهيمة الأنعام وأولادها، فرقوا بين البقر وأولادها والبهيمة والضأن وأولادها والإبل وأولادها، فحنت كل أحد إلى الأم تحن إلى الولد، والولد يحن إلى الأم. وكما فعلوا في بهيمة الأنعام فعلوا في أنفسهم، فأتوا بالنساء المرضعات والصغار ومعهن الصغار، فجعلوا الرضيع والصغار في مكان، وجعلوا الأمهات في مكان، فالرضيع يصيح يبكي يريد أمه، والأم تريد ابنها، فكانت ساعة عظيمة عجوا فيها بالدعاء إلى رب العباد جل وعلا، فاستثناهم الله من سننه في خلقه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالإنسان يبقى على رجاء فيما عند الله، لا ييأس مهما عظمت ذنوبه، مهما كثرت خطاياه، مهما تتابعت معاصيه، فالله عز وجل وسعت رحمته كل شيء، وأمره بين الكاف والنون، والله جل وعلا غني عن عذاب عباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ليس لله حاجة أن يعذب أحدا من غير أن يكون من ذلك العبد شيء، ورحمته جل وعلا واسعة ومغفرته عظيمة. فالإنسان في مثل هذه الأيام خاصة وفي سائر الأيام يجدد التوبة إلى الله، والعلماء يقولون التوبة وظيفة العمر، وكلنا ذو خطأ، كلنا ذو ذنوب، كلنا ذو معاصي، لكنه ستر الله، ونرجو الله مغفرته، ونرجو الله رحمته، ونرجو الله أن يرشدنا إلى التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا مجمل ما كان من أمر الله. نبي يونس عاد إليهم فآمنوا، قال الله فمتعناهم إلى حين. بارك الله فيك.